في يوم 13 ديسمبر 2003 القوات الامريكيه بتقبض على الرئيس العراقي صدام حسين، واللي عمل دوشه وقلق في العالم كله. حارب ايران واحتل الكويت وقتل كل المعارضين ليه. حكايه الولد اليتيم اللي بقى عدو امريكا الاول. اتولد صدام حسين في 28 ابريل سنه 1937 في عيله فقيره من المزارعين تبع مدينه تكريت اللي في شمال بغداد. مات ابوه قبل ما يتولد ب6 شهور، وامه اتجوزت وهو عنده سنتين، ابراهيم الحسن، واللي كان بيعامل صدام بقسوه. كان مصر انه يتعلم الزراعه والرعي وهو لسه في سن صغير، وعلشان الفقر اللي هم كانوا عايشين فيه فالتعليم كان اخر حاجه ممكن يهتموا بيها. فرفض ابراهيم الحسن ان صدام يتعلم، لكن صدام كان عاوز يتعلم زي باقي الاطفال اللي في سنه. وسبب تاني لرغبته في التعليم هو انه عاوز يهرب من قسوه جوز امه. الحكايات بتقول ان خاله خير الله طلفاح هو اللي عرض انه يساعد ان صدام يتعلم، وفعلا يسافر صدام مع ابن خاله لمدينه تكريت علشان يدخل المدرسه الابتدائيه، وبعدها يسافر صدام عند خاله في بغداد علشان يقدر ان هو يكمل تعليمه الثانوي. الفتره بقى اللي هيقضيها عند خاله هيكون لها تاثير كبير على شخصيته وافكاره. هيتاثر بخاله اللي كان بيكره الملكيه والاستعمار، واللي كان متاثر بافكار القوميه العربيه بتاعه عبد الناصر والثوره على الملكيه في مصر. سنه 56 بقى هينضم صدام حسين لحزب البعث العربي الاشتراكي، وهينضم لتنظيم شبه عسكري تبع الحزب. وهتلاقي صدام في اول كل مظاهره او اي عنف ضد الحكومه، ومع انه كان قاعد في بغداد لكنه ما كانش بيفوت فرصه وكان بيسافر لتكريت علشان المظاهرات واعمال الشغب. من الاخر صدام كان دايس في اي حاجه فيها قلق. رجع صدام لبغداد تاني، والمره دي اشتغل محصل تذاكر في الاتوبيسات، كمساري يعني، وهيكمل الشغل السياسي مع الحزب. في سنه 1958 هيحصل انقلاب على الملك فيصل الثاني من ضباط في الجيش بقياده عبد الكريم قاسم، بس دول ما كانوش تبع حزب البعث اللي فيه صدام. ومن وقت الانقلاب الدنيا مش هتهدى، خصوصا بعد ما عبد الكريم قاسم حكم بالاعدام على ضباط في الجيش من المعارضين ليه. هيقرر حزب البعث اغتياله، واللي هيقوم بالمهمه دي شباب من الحزب ومن بينهم صدام حسين. طبعا في 7 اكتوبر سنه 59 هيحاول صدام وشباب من الحزب اغتيال عبد الكريم قاسم، لكن المحاوله هتفشل وصدام هيتصاب برصاصه في رجله. هيضطر صدام انه يهرب من بغداد ويرجع لمدينته تكريت عشان ما يتقبضش عليه من الجهات الامنيه. من وقتها بقى ونجم صدام وصوته في الحزب عمال يعلى ويعلى، ومكانته عماله تزيد عند القيادات. صدام لازم يخرج من العراق لان حياته كده في خطر. طلع من العراق لسوريا بالعافيه وفضل فيها 3 شهور، ومن سوريا هيتحرك لمصر، وفي مصر هيدخل صدام مدرسه قصر النيل عشان يكمل تعليمه وياخد شهاده التوجيهيه. قعد صدام مع مجموعه من الشباب في حي الدقي في القاهره، وكمل شغله السياسي لغايه لما بقى المسؤول عن شباب حزب البعث اللي موجودين هنا في مصر. في نفس الوقت ده بقى في بغداد طلع حكم بالاعدام على صدام حسين والشباب اللي كانوا معاه في محاوله اغتيال عبد الكريم قاسم. كده صدام لو رجع العراق هيموت. هيفضل في مصر وهيدخل كليه الحقوق في جامعه القاهره سنه 1961. هيعدي سنتين وحزب البعث اخيرا هينجح انه يعمل انقلاب على عبد الكريم قاسم، وهيمسك عبد السلام عارف رئيس الجمهوريه. فهيرجع صدام حسين العراق تاني، لكن يا فرحه ما تم. هيقلب عبد السلام عارف على الحزب، هيحبس شويه من القيادات بتوعه والباقي هيهرب منهم صدام حسين. في الوقت ده هيتعين صدام مشرف على التنظيم العسكري في الحزب، وبعدها هيسافر لدمشق في سوريا عشان يقابل مؤسس حزب البعث هناك اللي هو ميشيل عفله، ويدور معاه كده على حل للي حصل في الحزب في العراق. قيادات الحزب هيقولوا له خليك في سوريا وما ترجعش، لكنه ما سمعش الكلام، فاتقبض عليه من اجهزه الامن في 14 اكتوبر سنه 1964، وهيتحط صدام في الحبس الانفرادي. علشان صمود صدام قررت قيادات الحزب في سوريا انهم يخلوه امين سر القياده القطريه كلها لحزب البعث وهو لسه في السجن. في 23 يوليو سنه 1966 هيحط صدام خطه للهروب من السجن هو واللي معاه في الوقت اللي كانوا بيتنقلوا لجلسه محاكمه. الخطه هتنجح وهيهرب صدام حسين من السجن. دلوقتي بقى يخطط حزب البعث ازاي يستولي على الحكم من عبد الرحمن عارف اللي مسك الحكم بعد ابوه عبد السلام. نجح الحزب وهيكون صدام حسين على راس المجموعه المسلحه اللي دخلت القصر الجمهوري. بعدها هيتعين صدام نائب رئيس مجلس الثوره وهو عنده 32 سنه. هيفضل في المنصب ده 10 سنين. في الوقت ده هيبدا يعين ناس تبعه في مراكز مهمه في الحكومه ويحط عيون ليه في كل مكان في الدوله. في 16 يوليو سنه 79 هيعلن رئيس الجمهوريه احمد حسن البكر استقالته بسبب ظروف صحيه، وهتتنقل السلطه للنائب بتاعه اللي هو صدام حسين علشان يكون رئيس الجمهوريه وامين عام حزب البعث وقائد مجلس الثوره. ويا دوب مسك الحكم بدا حمله تضافه ضد كل المعارضين ليه، واعلن ان في محاوله انقلاب بتتدبر من قيادات في الحزب، فقبض عليهم وحولهم كلهم للمحاكمه العسكريه. اتحكم على 17 منهم بالاعدام، وكمل في الحمله دي لغايه لما خلص من 450 من قيادات الجيش. في الوقت ده هتقوم في ايران ثوره شعبيه تنجح ان هي تنهي حكم الشاه وتعلن ايران جمهوريه اسلاميه. طبعا ده هيقلق الغرب وخصوصا مين؟ امريكا. صدام حسين هو كمان كان خايف ان الثوره دي تاثر في العراق، خصوصا
خصوصا وسط الشيعة والاكراد. علشان كده هيعلن صدام حسين الحرب على النظام الايراني الجديد. وعلشان امريكا كانت خايفة من خطر ايران على مصالحها في المنطقة، قررت ان هي تدعم صدام في الحرب دي. لكن هتعملها ازاي وهي اصلا حاطة العراق في قائمة الدول الراعية للارهاب؟ وعلشان مصلحة امريكا اتشالت العراق من القائمة دي، وبدأت تساعد العراق في حربها ضد ايران بالسلاح. فضلت الحرب دي 8 سنين، راح فيها مليون شخص من الناحيتين، ده غير الاسرى والجرحى والاقتصاد اللي اتدمر. بعد ما خلصت الحرب مع ايران بدأت تحصل مشاكل مع الكويت، والمشاكل دي بتزيد مع الوقت بسبب ديون العراق للكويت، ومشاكل تانية على استغلال حقول النفط اللي موجودة على الحدود المشتركة بين البلدين. حاول الدول عربية وخليجية كتير ان هم يهدوا الدنيا ما بينهم، بس صدام كان مصر انه هيحلها بالسلاح. اتغرف كويته، ما هو جيشه بيحارب بقاله 8 سنين، ففي الفورمه للحرب. اما الكويت طبعا فمش مستعده للحرب. ده غير بقى ان امريكا لمحت ان هي مش هتتدخل في الصراع بين البلدين، فصدام اعتبر ان كده في ضوء اخضر والطريق مفتوح انه يغزو الكويت. وفي 2 اغسطس سنه 1990 اتفاجئ العالم كله باحتلال صدام حسين للكويت واعلانها المحافظه 19 للعراق. نصحته معظم دول العالم يا عم اخرج من الكويت سلمي ومن غير حرب، لكنه رفض. فشكلت الولايات المتحده تحالف دولي ضد العراق علشان تخرجوا من الكويت بالقوه العسكريه، ونجحت في ده. بعد حرب اتسمت بعاصفه الصحراء انسحب الجيش العراقي من الكويت، لكن بعد ما بهدل البنيه التحتيه في الكويت ده غير الاسرى، امريكا هتعلن ان نظام صدام حسين والعراق في الوقت ده من دول الشر. طبعا ده علشان تمهد لنفسها دخولها العراق واحتلالها. صدام حسين من الشخصيات اللي اختلف عليها كتير من الناس. في ناس بتشوفه زعيم وقائد، ناس تانية بتشوف انه كان ديكتاتور وفاشي سبب رئيسي في خراب المنطقه العربيه كلها. انت قول لي ايه رايك بعد ما سمعت الحكايه كامله؟ وما تنساش تدعمنا بلايك وشير، وتنسى تشترك في القناه لو لسه مش مشترك، واشوفكم في حكايه جديده.